عن عمارة جامع عمرو بن العاص اللي اتبنى في سنة 21 هجري 640 ميلادي علشان يكون أول جامع في مصر وفي أفريقيا والجامع الرسمي لمدينة الفسطاط. نتكلم بقى عن تاريخه من وقت عمرو بن العاص، إن الجامع لما اتبنى برضو نسينا نقول حاجة في العمارة، إن في الزيادات اللي حصلت دي إن جنب الجامع كان بيت عمرو بن العاص وبيت الصحابي الزبير بن العوام كانوا هنا، دخلوا في الزيادات بتاعة الإيه؟ الجامع. فانت لو تقول لي ان الجامع القديم كان هنا مكان الناس اللي قاعدين دول في الحته دي، فبيت عمرو بن العاص كان هنا وبيت الزبير بن العوام كان هنا، وكان في بين الجامع والبيوت دي طريق عرضه حوالي 4 متر. اللي حصل بقى ان في الزيادات اللي حصلت بعد كده ان هم دخلوا الطريق ودخلوا ايه؟ دخلوا بيت عمرو بن العاص. انا ايه اللي فكرني ان انا اتكلم عن بيت عمرو بن العاص دلوقتي؟ لان عمرو بن العاص كان قاعد هنا وكانت دار الاماره هنا وكانت مصر بتتحكم من هنا طوال العصر الاموي من جنب الجامع، فانت بتتكلم ان الحاكم بتاع مصر هو اصلا قاعد هنا، فده اهم جامع في مصر وفي افريقيا تاني. وبعدين ده هو مش جامع بس زي ما احنا قلنا في البدايه، مش بس ان هو بتصلي فيه الصلوات الخمس وصلاه العيدين وكل ده مجلس للقضاء، مجلس للافتاء، مجلس للحرب، كل ده هنا. اول جامعه في مصر يعتبر قبل الجامع الازهر، يعني الجامع الازهر قلنا في سنه كام؟ اتبنى الازهر اتفتح للصلاه في 972 ايام الفاطميين، ايام المعز وجوهر الصقل اللي بناه، لكن جامع عمرو بن العاص هو جامعه قبل الازهر. يعني هنا كان في بقى بس ايه الفرق ما بينه وما بين الجامع الازهر؟ ان الازهر كان بيدرس المذهب وده كان مذهب الدوله، والدوله هي اللي كانت عامله الازهر، لكن هنا جامع عمرو بن العاص كان الاشخاص الميسورين الحال بيجوا او يجوا الفقهاء والاساتذه والعلماء يدوا لهم فلوس ويقول له خلاص ما تاخدش فلوس من الناس واقعد درس لهم انت. يعني من اشهر الناس اللي جم هنا مثلا هتعرفوا، هننط بقى في التاريخ اهو، الامام الشافعي مش جه في مصر سنه 199 هجري اللي هو بالميلاد 815 وقعد عندنا في مصر 5 سنين لغايه ما مات في 204 هجري سنه اللي هو بالميلاد 820. الامام الشافعي كان بيدرس فين؟ وقتها ما كانش فيه في مصر الا مدينتين اللي هم الفسطاط والعسكر، كانت القطاع اتبنت، كانت القاهره الفاطميه اتبنت، كان في الازهر. وقت ما الامام الشافعي جه ما كانش فيه الا مدينتين، والامام الشافعي كان ساكن في الفسطاط العاصمه الاولى. صحيح كان في مدينه ثانيه اللي هي زي العاصمه الاداريه يعني، بس ما حدش بيروحها الا الناس اللي شغالين في الدوله اللي هم بتوع اللي هي عاصمه العسكر دي، واتسمت العسكر عشان معسكر الجيش العباسي. ده كان وقت ما الامام الشافعي جه مصر كانت هي عاصمه، واللي سكنت فيها السيده نفيسه بالمناسبه، يعني السيده نفيسه كانت ساكنه في العسكر لانها كانت معاصره للامام الشافعي. الامام الشافعي لو هو ساكن في الفسطاط يبقى هيدرس فين؟ دروس الامام الشافعي دي مهمه جدا 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 في التاريخ، في تاريخ الفكر والحضاره الاسلاميه. مذهب الامام الشافعي وكتابه الاخير وطبعته الاخيره من كتابه اللي هو كتاب الرساله، والطبعه اللي نقحها وزيدها بعد كده، هي طلعت منين؟ طلعت من هنا، مش هقول لك من مصر من الفسطاط، لكن ده طلعت منين؟ من جامع عمرو بن العاص. الامام الشافعي كان في وقته في قلب الجامع حوالي 33 حلقه علم. الشافعيه كان لهم 15 حلقه، والمالكيه لهم 15 حلقه، والحنفيه لهم قد ايه؟ 3 حلقات بس. لكن النزاع كان ما بين مين ومين؟ القوه هنا كان ما بين المالكيه، لان المذهب المالكي هو اللي كان غالب في مصر. مذهب اهل مصر في الوقت ده وقت ما الامام الشافعي دخل كان كل اللي بيدرس هنا المذهب المالكي. قصه بقى ان الامام الشافعي كل علقه موت هنا من تلامذه الامام مالك. ده اللي قال لنا الكلام ده مين؟ عبد الرحمن بن عبد الحكم اللي عاصر الامام الشافعي، اللي شاف الامام الشافعي، واول مؤرخ في مصر اللي صاحب كتاب فتوح مصر واخباره، قال ان كان بيسمع ده عبد الرحمن بن عبد الحكم، قال انا سمعت، مش اتقال له، ده مؤرخ بيقول ايه يا جماعه؟ ما بيقولش قيل لي، ما بيقولش عن فلان، ده بيقول سمعت، المؤرخ هو اللي بيقول سمعت اشهب ابن عبد العزيز رئيس المذهب المالكي في مصر وهو بيصلي وبيسجد بيدعي على الشافعي في سجوده، رئيس المذهب المالكي في مصر، وبيقول اللهم امت الشافعي فانك ان احييته اندثر مذهب مالك. متخيلين العداء اللي هو طبعا احنا نيجي النهارده ننكر الكلام ده ويقول لك ما حصلش ومش عارف ايه، ده اللي مكتوب عندنا يعني كان عادي. والامام الشافعي اتضرب هنا بالهروات، عارفين زي عصيان الامن المركزي كده، تلامذه الامام مالك ضربوه ونزل دم، واللي حماه بعد كده يعني لولا ان الدوله اتدخلت كان الامام الشافعي ممكن يروح ميت، ممكن ينتهي بمأساة هنا في قلب جامع عمرو بن العاص. ليه بقى؟ لان كل المالكيه بعد ما كان لهم الحلقات دي كلها الناس انفضت من حواليهم وراحت لمين؟ راحت للامام الشافعي. طيب تيجي بعد كده في العصر الفاطمي ان الجامع، اسمع بقى دي، الجامع
في العصر الفاطمي وبعد الخليفه الحاكم ما مات بحوالي 4 سنين 415 هجري 1024 ميلادي، ده كان وقت الخليفه الظاهر ابن الحاكم. كان في سيده هنا اسمها ام الخير، ام الخير الحجازيه، يقول لك واعظه زمان، كانت بتقعد هنا تدي دروس للنساء. ده فين؟ ده فين؟ امتى؟ في العصر الفاطمي. بتكلم سنه كام؟ 1024. النهارده كام؟ يعني من 1000 سنه، من 1002 سنه بالظبط كان في سيده بتقعد في جامع عمرو بن العاص تدي دروس للنساء اللي هي اسمها ام الخير الحجازيه الواعظه اللي كانت موجوده في وقتها. يعني كان في حلقات علم خاصه بالنساء في جامع عمرو بن العاص من 1000 سنه. في الوقت ده كان لسه الازهر بيتشكل، لسه الازهر يعني طالع، الازهر ما كانش عمره في الوقت ده حوالي 50 سنه. طيب نيجي بعد كده في العصر الايوبي. بالمناسبه طوال العصر الفاطمي برضه كان الجامع مذهب اهل السنه والجماعه، الخطبه هنا كانت للسنه، لكن الجامع اللي كان بيتخطب فيه خطبه شيعيه كان ايه؟ كان الازهر. يجي بقى صلاح الدين، احنا قلنا ان المدينه اتحرقت صح؟ في 564 هجري 1168 ميلادي قبل ما الدوله الفاطميه تسقط ب3 سنين. صلاح الدين يجي يرمم الجامع ويعمل ايه بقى؟ من على منبر جامع عمرو بن العاص اللي هو مكان المنبر ده، مش هو تاني مكانه، من على منبر جامع عمرو بن العاص هيتخطب خطبه اللي فيها اسقاط الدعوه للخليفه الفاطمي واسقاط الخطبه للخليفه الفاطمي العاضد، وهندعي للخليفه، طب حاضر بعد ما اخلص معلش بس عشان ماشي المماليك. ده ممكن ندخل باعلان، فاصل اعلاني. انا كنت بقول ايه؟ هيسقط الخطبه للخليفه العاضد اللي هو الفاطمي، وهيدعي للخليفه المستضيء اللي هو الخليفه العباسي. يبقى هنا سقوط الدوله الفاطميه وتبعيتها للخلافه العباسيه تم من جامع عمرو بن العاص وتم من على منبر جامع عمرو بن العاص. ده ليه؟ هل صلاح الدين يقدر يعمل كده في الجامع الازهر؟ ما يقدرش. ليه؟ لان هناك معقل مين؟ معقل الشيعه، فيحصل قلق، هيحصل ناس هتضرب بعضها. ده احنا لسه بقول لك الامام الشافعي سنه مع سنه كانوا بيضربوا بعض، ما بالك بقى شيعه وسنه وبتسقط دوله موجوده في مصر بقى لها 200 سنه. احنا عارفين يا جماعه اسقاط الخطبه ده زي الجريده الرسميه دي، الجريده عارف لما الرئيس الناس تنتخبه ويقول لك ينشر هذا الخبر في الجريده الرسميه وخلاص هو بقى هو ده الكلام ده بنعرفه من المنبر. اذا ادعى للخليفه على المنابر يبقى هو كده بقى ايه؟ بقى هو كده نزل الخبر في الجريده الرسميه. كده مصر انتهت تبعيتها وسقطت الدوله الفاطميه. والمؤرخ ابن الاسير يعبر عن الكلام ده يقول لك انه تم دون ان ينتطح فيه عنزان. الموضوع ده تم بسهوله جدا دون ان ينتطح فيه عنزان، مش قال دون ان يقتتل فيه رجلان. سيهمنا ان صلاح الدين برضه في الذكاء السياسي بتاعه ان هو بيفكر اهل الفسطاط، بيقول لهم ايه اللي انتوا شفتوه من الدوله الفاطميه؟ مدينتكم اتحرقت صح؟ هو لو عمل الكلام ده في القاهره اللي هناك الفلول، هناك رجاله الفاطميين مصالحهم مرتبطه بالدوله صح؟ لكن لما يجي هنا الناس دول اللي مدينتهم فضلت تتحرق 54 يوم، مش الناس دي هتقول لك احنا ما شفناش من الشيعه الا كل شر صح؟ فاحنا نيجي نعمل ايه؟ نيجي بقى هنا ندعي للخليفه المستضيء ونجرب بقى تجربه جديده سنيه. احمد يا جمال بعد اذنك التليفون، نجرب بقى تجربه سنيه حديثه ونبعد بقى عن الدعوه وعن الفكر الشيعي والكلام ده كله. طيب في حاجه بس هختم بيها، فضل اي حد يجي مصر او اي شخصيه مهمه بتيجي مصر لازم يعني بيتعلق بجامع عمرو بن العاص، ولازم خطب فيه في حتى في خطبه في حياته، زي العز بن عبد السلام مثلا اللي جه في العصر اواخر العصر الايوبي والعصر المملوكي. بس يهمنا حاجه، في تقليد كان متبع في الخلافه الفاطميه، وده خلاص انا هختم بيه عشان لو في اسئله هناخدها من حضرتك. تقليد متبع في وقت الدوله الفاطميه ان احنا عندنا كام جمعه في الشهر؟ 4. تاني جمعه الخليفه كان بيصليها في جامع الحاكم بامر الله. تالت جمعه الخليفه كان بيصليها في الجامع الازهر. رابع جمعه اللي احنا بنسميها ايه؟ الجمعه الايه؟ اليتيمه، يصلوها في جامع عمرو بن العاص. ده الخليفه الفاطمي اللي هو مذهبه ايه؟ هو جاي برضه هنا في جامع عمرو زي ما صلاح الدين كان بيجي، بس هنا الخطبه هتتخطب ايه؟ يعني عارفين الخناقات اللي ما بين الاهلي والزمالك لما يكونوا بيلعبوا بعض، لما يروحوا بقى اللعيبه بتاعتهم للمنتخب هيبقى هو يعني متخلف قوي متعصب قوي اللي يقسمها ايه؟
اهلي وزمالك يقول لك ده اللي جاب الجون اهلاوي، ده اللي دخل الجون زملكاوي، ده مش عارف، ده متخلف. فهو في الوقت ده الدوله اصلا هي بتعمل حاجه، يقول لك بدل ما نخطب هنا خطبه شيعيه ولا سنيه، نخطب خطبه توافقيه تراضي الكل. فيجي الخليفه هيصلي بنفسه هنا، هيجي الخليفه بنفسه ويصلي في جامع عمرو بن العاص، وتوقد الزينات والناس تخرج تحتفل من بين القصرين، من شارع المعز لغايه هنا، ماشيين كل الناس بقى تحتفل وتتفرج على الخليفه وهو جاي اللي هو يصلي هنا الجمعه اليتيمه. بصوا بقى، المرحوم حسن عبد الوهاب بيقول ايه في كتابه تاريخ المساجد الاثريه. انا جايب الصفحه ايه زي ما تعالى كده حكيم، لان دي عجباني قوي. هو بيقول ايه؟ ان غير اني ارى في اقامه الصلاه في هذا الجامع في نهايه شهر رمضان معنى ساميا حبى الله به هذا القائد العظيم اللي هو عمرو بن العاص، فأحيا ذكرى وفاته سنويا، إذ يوافق آخر أسبوع من رمضان الأسبوع الذي توفى فيه عمرو، فلقد توفى ليلة عيد الفطر. مرحوم حسن عبد الوهاب في كتابه تاريخ المساجد الأثرية بيقول إن عمرو بن العاص هو عمل الكلام ده ليه؟ يعني هو عمرو بن العاص اللي جم بعد كده بيقول إن هي يعني صدفة أو مش صدفة، إن ربنا ميز إن كل حكام مصر يجوا يحتفلوا بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان. عارفين حتى أنتوا حد يعرف هنا يجي يصلي في ليلة القدر في الاسبوع الاخير من رمضان؟ حد هنا فاكرين الشيخ محمد جبريل وبتاع، كان دايما هو الشيخ بتاع جامع عمرو بن العاص. بس في حاجه بقى، بصوا، هو هنا المرحوم حسن عبد الوهاب بيقول يعني ان عمرو بن العاص راجل كويس، راجل طيب، بنى الجامع ده تقربا لله، فربنا ميزه ان هو كل سنه في رمضان الناس كلها بتيجي ايه؟ تصلي في الجامع بتاعه في الذكرى اللي هو مات فيها. لكن تعالى بقى كده تاني، تعالى انا عايزك تجيب لي السطر الاخير ده. بص بقى بيقول ايه؟ ولا عمري انه لتكريم خليق بهذا القائد العظيم، خصوصا انه يرأس هذا الاحتفال جلالة الملك فاروق الاول حفظه الله وادام ملكه السعيد. دخل في ايه بقى؟ هو اما دخلها في السياسه ليه؟ لان الكلام ده اتكتب ايام مين؟ ايام الملك فاروق. اذا المرحوم حسن عبد الوهاب ده من علماء الاثار اللي مهمين جدا عندنا، يعني من اقوى علماء الاثار الاسلاميه اللي جم في القرن العشرين، وله اكتشافات مهمه جدا. بس اللي ضيعه بعد 52 الكلام ده، اللي هم لما جم رجاله يوليو 52 قام مديله بقى كتف، قالوا لا الكلام اللي انت كنت بتكتبه ده ايه؟ مش هينفع معانا. كاتبه في هو حتى كتب كتاب تاريخ المساجد الاثريه ده، اللي هو المساجد اللي كان بيصلي فيها جلاله الملك فاروق. فهو بيقول يعني كمان بقى من جزء من الاحتفال العظيم ان الملك فاروق ايه؟ بقى نفسه هو اللي بيحضر الاحتفال ده. هذا والله ورسوله اعلم. ده باختصار تاريخ جامع عمرو بن العاص. الاسئله هناخدها بقى من حضراتكم، معانا اهو ربع ساعه، اللي عنده اسئله على مدار اليوم كل واحد له سؤال واحد بس فقط.